الغش، وما أدراك ما الغش، فعل قبيح وتصرف شنيع وخلق سافل وجريمة كبرى وكبائر من الكبائر، ضياع الدنيا، خيانة للأمة، تفكك للبشرية. يا عباد الله، ماذا تفعلون؟ اتقوا الله، فإن الغش ما قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفي لفظ: من غشنا فليس منا. إذن هذا زاجر كبير ورادع خطير من نبينا صلى الله عليه وسلم. كفى بهذا اللفظ النبوي زاجرا ورادعا من الوقوع في هذا المستنقع الياسين، من هذا المستنقع الآسين، نسأل الله العافية. إذا أيها المؤمنون، الغش دمر الأمة وضيع مصالح الأمة وسود وجه الإسلام. اجتنبوه يا صاحب الغش. أنت متعرض لدعوة مظلوم إلى صاحب الشكوى. إلى متى وأنت بدون ضمير تحيا؟ فصاحب الغش تبرأ منه من لا ينطق عن الهوى. فارتدع عن غشك وارجع عن جرمه، فلست على نار القيامة غدا تقوى. لا إله إلا الله. الغش في جميع الميادين، وفي جميع التصرفات، وفي جميع البيوعات، وفي جميع ما يشترى وما يباع، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الغش في البيع، في الشراء، في الصناعة، في المهنة، في كل شيء. نعوذ بالله من هذا الزمان ومن أهل هذا الزمان الذي وصلنا إلى هذه الوقاحة وإلى هذه الدناءة في معاملة المسلمين. الرجل يبيع الشيء فاسد وهو يحلف عليه بالأيمان المغلظة، وهو يعلم أنه كاذب، ويزور ويغير ويبدل ويدفع لك، وهو يؤكد ذلك بالأيمان الكاذبة عياذا بالله، ويقول هذا ولا يستحي من الله ولا يراقب الله. لذا وجب أن نقدم هذه النصائح ونخاطب بها قلوب الأمة، لعل الضمائر تستيقظ وتراقب ربها دون أن يراقبها أحد. على المؤمن أن يراقب نفسه ويحميها من النار، ولا ينتظر أن يراقبه أحد. ولكن مع ذلك أقول للناس: راقبوا هؤلاء الغشاشون، هؤلاء المدمرون، هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يراقبون الله. راقبوهم وأطروهم على الحق أطرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ولا تأخذن على يد السفيه، وفي لفظ على يد الظالم، ولا تؤطرنه على الحق أطرا، أي تقهرونه وتردونه إلى الاستقامة، وإلا كانت العقوبة للجميع، لا للبائع ولا للمشتري، لا للغش ولا للذي ينظر الغش ولم يغير ولم ينكر ذلك عليه. إذن أيها المؤمنون، من بين هذه الأمور التي ظهرت الآن أن الغش في الغزوال، في البنزين. إذا ذهبت إلى محطة البنزين ترى هؤلاء العمال الذين يستعملون هذا الأنبوب في سهريج السيارة من أجل البنزين، ماذا يفعلون؟ يحرك لك الأرقام، وهذه الأرقام تتحرك، والريح يمر ولا يمر غاز ولا بنزين. هذه القضية موجودة الآن في محطة البنزين في البومبات، كاين الآن. وقعت لي بنفسي في مدينة تازة، ذهبت إلى محطة لأضع البنزين ولأزود سيارتي به، فوضع لي الأنبوب في السيارة في محل تمليئي في سهريج، يعني في مكان البنزين لسيارتي، فالأرقام تدور والريح يخرج ولكن لا يخرج غاز. فلما رأيت إلى منبه السيارة في الشاشة لم يزد شيئا. المكان الذي كان فيه بقي فيه. ثم عدت إليه بعدما انصرفت، قلت له: الغاز ما وضعت لي غاز. قال لي: وضعت لك البنزين وكذا وكذا وكذا. وقد كذب علي وقد زور ولم يعطيني شيئا من البنزين والغاز. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهوا يا عباد الله، وهذا الفيديو خصو يتنشر في الأمة. أصحاب المحطات البنزينية وأصحاب الغاز وأصحاب البومبات، هذا العمل موجود، أنهم يضعون لكم الأرقام، ثم منهم من يغير في الأرقام، ومنهم من يضع الأرقام ولا يخرج غاز، ومنهم من يضع الأرقام على رقم معين وأنت تريد رقما آخر.
إذا حيلات وخداع ومكر في هذه القضية يجب أن ننبه عنها بالتأكيد حتى لا يضيع الناس. يا عباد الله، راه لما تنظرون إلى صاحب البنزين يجب عليكم أن تراقبوه، وأن تراقبوا الأرقام، وأن تراقبوا ماذا يفعل في الشاشة لتسلموا من شره، نعوذ بالله. وكذلك عند الوزن يجب أن تراقبوا الميزان وأن تروا أرقام الميزان لتسلموا من شرهم. وكذلك في جميع أحوال الناس عليكم بالمراقبة يا عباد الله، لأن كثير من الناس إن عدم ضميرهم وضعف إيمانهم ولربما ذهب من قلوبهم البتة الخوف من ربهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهوا يا عباد الله لهذه المصائب واجتنبوا هذه المصائب حتى نسلم إن شاء الله. قبح الله الغش، وقبح الله الخداع، وقبح الله المكر، وقبح الله هذه الأعمال الشيطانية التي لا تليق بمسلم والله. والغش هو خداع الأمة بأي صورة من الصور. ما هو الغش؟ الغش هو خداع الناس بأي صورة من الصور، ويوم القيامة هذا الذي غش الناس وخدع الناس يقف بين يدي الله ليؤدي جميع الحقوق للناس. فأنت في الحقيقة لا تغش إلا نفسك ولا تخدع إلا نفسك. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصل الله